خلينا نشوف برضو مع بعض. يمكن الاهلي، يمكن الخبر اللي كان معايا بتاع رامي ربيعه شفتوه دلوقتي واحنا شغالين. الاهلي خلاص اتفق مع سبورتنج لشبونه على بيع رامي ربيعه للنادي الاهلي وعودته النادي الاهلي ب 600 ألف دولار. الأهلي باعه ب 750 ألف يورو واشتراه ب 600 ألف دولار بعد سنتين تقريبا. كان كلام كتير على رامي ربيعة وعلى حجازي، ولكن استقر الأمر على رامي ربيعة إنه موجود. ده اللي وافق عليه النادي الأهلي مع سبورتنج لشبونة. يعني سبورتنج لشبونة مرة واحدة باع لعيبة مصر كلها إن كان أهلي ولا زمالك، رامي ربيعة وشيكابالا، واحد ب 600 وواحد ب 650، بحيث يدفع الاهلي 400 الف دولار ويتنازل النادي الاهلي عن 200 الف دولار متبقيه لدى النادي البرتغالي. كان لسه ناقص لهم 200 الف دولار، هيشيلوهم ويحطوا عليهم 400 الف دولار وياخد رامي ربيعه. كان الاهلي دخل في مفاوضات مكثفه. يعني يمكن النادي الاهلي محتاج لسيرد باك زي ما هم شايفين، ورامي ربيعه بيلعب سيرد باك، بيلعب باك يمين، بيلعب ديفندر. اكيد صفقه مهمه جدا. يمكن الاهلي استعان السنه دي باثنين من اللعيبه المحترفين، رامي ربيعه وصالح جمعه المصاب واللي طلع من المنتخب امبارح نظرا لاصابه في الركبه. ان شاء الله تكون اصابه بسيطه ويرجع سريعا باذن الله ان شاء الله.